يلا بسم الله. يلا أذن بسلم بسم الله. أكبر الله أكبر الله. شوفي يابا، وضعك مش عاجبني. وش اليوم حمص يا بني يابا؟ الحمد لله يابا، احنا بألف نعمة من الله بالنسبة لغيرنا. في ناس مش لاقيين يوصلوا. بس أنا بكيت في السوق اليوم يابا، شفت الناس زامين ظروفي، فيها لحمة وفيها خضرة وفيها أشياء كثيرة. ليش إحنا ما نكون مثلهم؟ أكدف راشك مد جريك يابا، إن شاء الله ربنا يشفيك ويعافيك وتصير تشتغل وتجيب لنا مصاري ونجيب اللي بدنا إياه يابا. أنا بعرف إنك تبخلش علينا، وإن شاء الله ربنا بعطيك وبتجيب لنا اللي بدنا إياه. تفرج إن شاء الله، ربنا كريم. هات فهمني شو مزعجك يابا؟ أحوال الدنيا يابا. ومال هالدنيا يابا؟ لما شفت الفرحة بعيون إخوتي وأمي بتطلعوا على الأكل تذكرت صاحبي علي وإخوته. مالهم شو في؟ سألت حالي شو بده يكون في هسه قدامهم، وأنا ما بعتقد إنه في عندهم أكل يكفيهم. وكلها لله يا ابني، وما تنسى إنه هذا شهر المغفرة وشهر الرحمة. معقول الله يرحمنا وفينا جائع؟ أحسنت، عشان هيك ما بصير نهتم بأنفسنا وننسى إخوتنا الآخرين اللي ضاقت عليهم الدنيا وكان عندهم هموم كثيرة. لازم على كل إنسان مقتدر إنه يساهم ويدعم الناس الفقراء والمحتاجين، وخاصة في رمضان يابا. من فطر صائما كان له مثل أجره. ليش هو يابا في أشياء ثانية مطلوبة من المسلمين بمساعدة المحتاجين؟ من أهم الأمور اللي لازم نعملها في شهر رمضان هي إخراج صدقة الفطر. صحيح كلامك يابا، صدقة الفطر فيها الحل الشافي لمساعدة الأسر المحتاجة. عشان هيك يابا لازم نخرج صدقة الفطر من بداية الشهر عشان يتمكن المحتاج من توفير حاجاته، ما نستنى لآخر الشهر، خصوصا إذا بتكون نقدة. خلينا نبلش في حالنا ونخرج صدقة الفطر من هسه، وهاي شوية مصاري بتروح بتوزعهن على المحتاجين. وإن شاء الله يابا من هسه راح أطلع لأصحابي وأحكي لهم يتصدقوا صدقة الفطر للأسر المحتاجة. شباب، في موضوع مهم بدي أحكيه معكم. خير، شو في؟ الموضوع يا شباب إنه نشوف الأسر المحتاجة ونقدم لهم المساعدة في الشهر الفضيل. عجبتني الفكرة، ومن اليوم لازم نشتغل عليها. لازم من اليوم نشتري كل المواد التموينية اللي بتلزم الأسر المحتاجة.